اسمع كده الكلمتين دول. ماذا ننتظر؟ هل هناك انتهاك لحقوق الإنسان أكثر مما نراه؟ أن ما يحدث هو عار على الإنسانية، هو عار على المجتمع الدولي، هو عار على الغرب، وعليه أن يتدخل لوقف هذه المجاعة واستخدام الطعام كأداة والسلاح للعقاب الجماعي. وبص كده الفيديو ده. عماد أنا زعلان جدا جدا جدا. ليه بس يا فندم؟ يعني بسبب اللي حصل عندك كان في استياء شديد من كل الأجهزة، أنت في تقاعس، وقلت 100 مرة اللي يجي يلمس البتاع ده يتحاسب. اللي في الفيديوهات دي هو وزير الخارجيه المصري الذكر الدكتور بدر عبد العاطي، اللي الدنيا مقلوب عليه بقالها كام يوم بسبب طريقته الشديده في التعامل. في اول فيديو شفنا الدكتور بدر عبد العاطي واخد في ايده رئيس الوزراء الفلسطيني وساحب معاهم وفد من غزه، وراحوا وقفوا قدام معبر رفح وسنتر نفسه حرفيا قدام البوابه، وجاب كل وسائل الاعلام المحليه والعالميه واما هزق الدول الغربيه وسمعهم كلمتين: اصل دي كانت اكتر دول قرفه مصر بحقوق الانسان. والفيديو التاني ده كان قبلها بالظبط بيومين لما دكتور بدر جاب اخره من شويه العيال اللي بيروحوا عند السفاره المصريه ويقفلوها، في حين ان السفاره الاسرائيليه جنبهم شارعين وسايبينها. الدكتور في التسريب كان بيتكلم مع السفير اللي قاعد في هولندا وبيقول له اي حد يقرب من السفاره خدوا معاه اجراء على طول، مالكوش دعوه انا في ظهركم. يا جماعه دكتور بدر حرفيا راجل صعيدي مش بيتفاهم، بيدوس على وش اي حد بيجي على البلد، وده هو اللي مجنن اليهود والمنظمات اللي بتعادينا. مين ده الفحل الدكتور بدر عبد العاطي؟ وليه بيتم الاعتماد عليه في الفتره الحاليه بالتحديد؟ وايه هي المواقف اللي هو خدها وجننت البهايم اللي بره؟ ده اللي هنخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. خلينا نبدا الحلقه ونتكلم كده في يعني 5 دقائق مين هو وزير الخارجيه بدر عبد العاطي. هنحكي شويه عن انجازاته وازاي وصل للمنصب ده. مبدئيا الراجل ده راجل صعيدي من مواليد محافظه اسيوط سنه 66، دخل الكليه وحصل على درجه البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسيه من جامعه القاهره، واخد دكتوراه في العلاقات الدوليه من نفس الجامعه سنه 2003، عشان كده بنقول عليه دكتور. لما اتخرج بدا مسيرته المهنيه يعني سكرتير ثالث مغمور في السفاره المصريه في تل ابيب. بعدها لما شغله كان كويس وبيتعامل بطريقه كويسه ويعني عامل شغل عالي قوي، اترقى شويه وبقى سكرتير تاني لمساعد وزير الخارجيه. بعدها بكام سنه جاله توجيه ان هو يروح الصين ويكون كسكرتير تاني في سفاره مصر في بكين. فضل يشتغل في الحته الدبلوماسيه والحته بتاعت السفارات دي لحد ما صيته لمع ووصل ان هو يكون مستشار مصر في واشنطن والمسؤول عن ملف الكونجرس هناك. وفي 2013 فتره حكم الاخوان اتولى منصب مساعد وزير الخارجيه والمتحدث الرسمي باسم سفاره الخارجيه، لحد ما نوصل بالسنين ل 2000 او بالتحديد يوليو 2024 لما يمسك منصب وزير الخارجيه خلف وزير الخارجيه الاسد سامح شكري. ليه بقى الراجل ده بالتحديد هو اللي وقع الاختيار عليه في 2024؟ يعني ليه تم الشكر او توجيه الشكر لسامح شكري مع انه كان عامل شغل جبار جدا في وزاره الخارجيه، وجه السفير بدر عبد العاطي او دكتور بدر عبد العاطي في التوقيت ده بالتحديد اللي هو يوليو 2024؟ لو جينا نبص على التاريخ ده، الفتره ديت مصر كان عليها ضغوطات كتير من امريكا والكيان الصهيوني بمخطط التهجير. كله حرفيا يعني كله كان بيضغط على مصر، كله كان عايز التهجير اهل غزه يجي مصر. فاحنا كنا عايزين نوصل لمستوى من التعامل في السياسات الخارجيه مستوى عنيف شويه. دكتور او اسد الخارجيه سامح شكري راجل كان يعني زي الفل وكل حاجه، بس كان محترم حبتين. لكن دكتور بدر عبد العاطي هو محترم كل حاجه، بس زي ما تقولوا كده راجل مقطع بطاقته. الراجل ما بيشوفش ولا هايب حد خالص وبيتكلم على مستوى عالي جدا. يعني ممكن نقول ان هو رجل المرحله دي، المرحله الحاليه دي اللي هي مرحله العنف او مرحله الرد الند بالند. فكنا محتاجين حد صعيدي مخضرم في السياسات الخارجيه زي دكتور بدر عبد العاطي. طب ليه حاجه زي كده الاعلام الخارجي او الاعلام الممول من قطر او الممول من امريكا دايما يهاجم دكتور بدر عبد العاطي ويقول لك تسريبات، فضايح، فضيحه السجاد؟ يعني بيقولوا عليه حرامي سجاد، طلعوا عليه الاشاعه دي وبيقولوا عليه ده بلطجي. ليه الناس دي او الاعلام ده متضايق قوي من اللهجه اللي بيتكلم بيها دكتور بدر؟ رقم واحد، الراجل ده يا جماعه يعني ما بيختشيش، بيتكلم عن المكشوف كده. يعني لما جاب رئيس الوزراء بتاع فلسطين هو وفد من غزه وكل الصحافه الدوليه والعالميه قاعدين قدامه، فبيتكلم في حته الحقوق وان ازاي دول الغربيه ودول اوروبا سايبين المجزره دي تحصل ومكملين فيها وسايبين نتنياهو لحد دلوقتي.
قالها لهم كده بكل وضوح ومن غير ما يختشي: مش أنتم اللي كنتوا عارفين مصر في ملف حقوق الإنسان؟ مش أنتم اللي كنتوا بتكلمونا في اللي حصل في رابعة؟ مش أنتم اللي بتكلمونا في الحريات بتاعة التعبير والرأي؟ مش أنتم اللي كنتوا بتكلمونا في حوادث الاختفاء القسري؟ مش أنتم اللي كنتوا دايمًا حاطين عينيكم على مصر وبتتكلموا في حتة الحريات؟ فين بقى الحريات والحقوق في اللي بيحصل في غزة؟ فالراجل يعني بيجيب من الآخر، مش مكسوف ولا بيخاف ولا بيختشي، بيدّيها زي ما هي كده، يعني مش يعني في ناس حد يقول لك إيه، ده راجل دبلوماسي ممكن يلِف ويتكلم بطريقة شيك، ده لأ، ده بيجيب من الآخر. رقم 2، عنده ردود حاضرة في كل الظروف والأوقات. يعني أقرب مثال على دوّة، من يومين شُفنا الحكومة الإسرائيلية أو الإعلام الإسرائيلي طلع وقال لك إيه، دي الخريطة بتاعة إسرائيل الكبرى. طب نيجي نبُص لخريطة إسرائيل الكبرى، نلاقي سوريا، ونلاقي أجزاء من السعودية، ونلاقي أجزاء من سينا، ويمكن نُص مصر كلّها، وهي دي أو هو ده الحلم بتاع نتنياهو. طبعًا حاجة زي ديّة أنا استغربت إن باقي الدول العربية اللي هي الخريطة بتاعتها موجودة جوّه ما اتكلمتش، ومصر هي الوحيدة اللي اتكلمت. هو الدكتور بدر عبد العاطي اللي طلع وصرخ وقال لك: يا جماعة أنتم بتحلموا، دي أوهام. هو الوحيد اللي طلع ورد على الموضوع ده، فهو عنده رد حاضر لكل الأحداث اللي بتحصل وما بيجيش على هوا الإدارة المصرية. طب ليه بيقولوا عليه بلطجي؟ طبعًا هو مش هيعجبهم لمّا نشوف إن إحنا المسؤولين أو الدبلوماسيين بتوعنا بيتبهدلوا في السفارات برّه، وسفارات الدول الخارجية بدل ما تيجي مع دولة مصر العريقة وتروح تقف مع شوية عيال أقل ما يقال عنهم إن هم خونة المفروض يتشال عنهم الجنسية المصرية، لأ بيقفوا مع العيال دي. فهُم بيقولوا عليه بلطجي لإن هو طلع له تسريب، بس هو مش تسريب. التسريب دوّة أو الفيديو اللي طلع دوّة بيتكلم فيه مع السفير عماد حنا اللي في سفارة هولندا، بيقول له: "بُص، بالآخر لو قفشت أي عيل من العيال دي امسكه وما لكش دعوة." فبيتكلم بطريقة اللي هي زي ما إحنا بنقول كده إيه، طريقة بلدي اللي هي الطريقة بتاعتنا، فهُم بيقولوا عليه بلطجي. طبعًا الناس دي بتكال بمكيالين، لإن لو نفس الحدث ده حصل هنا عندنا في مصر كنت هتطلع تشوف الصياح. يعني لو جيت أنا مثلًا بالتليفون بتاعي دوّة بقناة الخلاصة دي، رُحت عند السفارة الهولندية اللي في الزمالك وقمت جبت جنزير والّا جبت قفل وقفلتها، كنا هنشوف نفس الكلام ده من السفارة الهولندية أو من هولندا؟ لأ طبعًا. عشان كده السفير بدر عبد العاطي عارف إن هُم بوشّين، عشان كده بيدّوهم على الوشّين زي ما بيقولوا. فطلع وقال للسفير عماد حنا اللي هو ماسك السفارة في هولندا، قال له: "لو لمحت عيل من العيال دي امسكه وما لكش دعوة، أنا واقف في ضهرك." ولمّا يعني السفير الهولندي شاف التصريح ده أو شاف التسريب ده، ولقى إن اللي بيعمله الواد أنس حبيب ده قالب الدنيا في مصر وهيخلّي مصر تقلب على هولندا، جه امبارح راح بعت اعتذار رسمي للسفارة المصرية، وكلم الوزير بدر عبد العاطي وقال له: "إحنا بنتأسف لك وهنرفع إجراءات التأمين." فيا جماعة الراجل ده هم يقولوا عليه اللي يقولوه، بس هو على مستوى الحدث فعلًا. طب ليه أنا باقول لكم إن الفيديو ده مش تسريب؟ لأن نفس الكلام اللي اتقال في الفيديو ده اتقال في مقابلة رسمية للسفير بدر عبد العاطي مع يعني قناة من القنوات الإعلامية، طلع وقال نفس الكلام على فكرة، بس وقتها الموضوع ما كانش ترند ولا اتسمع لأنها كان لقاء عادي. لكن الموضوع لما اتقال عليه تسريب والصحافة المعادية لمصر تاخده وتقول ده تسريب وفضيحة، أكيد الفيديو هيتشاف. لكن لو جيت شُفت الفيديو اللي هم بيقولوا عليه تسريب، وشُفت فيديو المقابلة، هتلاقي إن هو قال نفس اللي قاله هنا، قاله هنا برضه. بصراحة أنا من موقعي هذا يعني كشاب مصري، أنا بأُيّد جدًا كل التصرفات اللي بيعملها دكتور بدر عبد العاطي، وباقول له إن إحنا عايزين تدوس عليهم أكتر من كده. تفتكر بقى بعد الشغل الجامد بتاع الفحل بدر عبد العاطي ممكن يتضغط على مصر إن هي تشيله؟ وهل مصر أصلًا ممكن تستجيب لطلب زي كده؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو وصلت معايا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.